عاليا حتى ولو كان منتخب الفراعنة متقدما بهدف مقابل لا شيء. الأشبال بغريزتهم الهجومية والقتالية وبعنادهم المستمر لا يعرفون الاستسلام. بمؤازرة جماهيرية وبحماس منقطع النظير، المنتخب الوطني آمن بقدراته وإمكانياته وتمكن من توجيه الضربة القاضية لخصم عنيد المنتخب المصري قبل نهاية الشوط الإضافي الأول، ليكون بذلك الانتصار حليف المنتخب الوطني أمام مرأى عمالقة وأساطير كرة القدم الإفريقية وجماهير مغربية غفيرة كانت في الموعد. تتويج هذا الكأس عائلة كرة القدم تهديه إلى جلالة الملك نصره الله، الذي بفضل رؤيته الاستباقية ورعايته السامية للشباب بصورة عامة وللشباب الرياضي بصورة خاصة هو الذي مكننا من أننا إن شاء الله نحقق النتائج ونتائج أفضل في المستقبل. كما نهديه إلى الجماهير المغربية من طنجة إلى القويرة العزيزة في كل مناطق المغرب